أطال الله في عمر والدتك ورزقك رضاها إن شاء الله، وتبارك الله عليك. المهم يا ايها الوداد، يعني جاهز الشيء ولا لا؟ انا خلاص ان شاء الله ساذهب يعني ماتش الوداد والاهلي، ما تهربش. سامعني؟ السلام عليكم. افريقيا. عليكم سمعني. مرحبا يا كريم. نعم يا اخي. لا تهرب من الشاي يا حبيبي، خلي بالك ماتش الوداد والاهلي جاي، نعيشنا يا ربي. اكيد اكيد. ماشي. يلا حبيبي، يلا الله يحفظك يا رب. شكرا. خلاص كملت. تفضل يا اخي كريم، مرحبا بك. عليك السلام. اسمح لي والله اعتذر منك. اول ملاحظه اخويا، سمعتك تتكلم عن الجماجم. عرفني اسمك يا اخي كريم، عرفني اسمك. نعم. شو صوتك مش مسموع شويه. عرفني باسمك يا اخي الحبيب، عرفني. اسمي احمد من الجزائر. مرحبا يا احمد، مرحبا بك. الله يسلمك. تفضل يا اخي. سمعتك تتكلم عن الجماجم. كيف سمعت يعني؟ ماذا سمعت؟ هذا منذ قليل كنت تتكلم عن الجماجم بتاع الجزائر. انا عارف انا قلت ايه، ما انا بكذبش، بس انا قلت ايه؟ انت فاكر قلت انا ايه؟ ما مش متذكر، لاني مش متذكر وش قلت، لكن تكلمت عن الجماجم. بص يا لا احمد. لا احمد اسمعني. ايوه اسمعني. بص يا حبيبي، احنا النهارده موضوعنا وهو ايه؟ وهو الفيضانات اللي حصلت في يا اخي صوتك مش مسموع، ممكن اخويا صوتي يا جماعه الخير اللي فوق سامعيني ولا لا؟ لا بعيد شويه. سامعك. هو سامعني يا اخي الكريم، المشكله مش عندي. تفضل. بص يا اخوي احمد، انا لا اسب اطلاقا الجماجم ولا اسب الشهداء، حاشا لله، لاني ايضا انا من مدينه تعرضت يعني الحرب اكتوبر، وشفت بنفسي. لكن انت ذكرت الجماجم يا احمد بقصد التجريح يعني، وشو دخل الجماجم في الموضوع، في موضوع اللايف؟ بروف يا حبيبي، الله يجزيك خير. بص سلام، انا هاجمني 3 مرات للاسف جزائريين، سباب لا يمكن استمع اليه الا في كتب. بلاش اتكلم، الناس قاعده والناس حتى كلامك انت مستفز اخي، انت كلامك مستفز. انت تتكلم عن الجماجم، هل تعلم انه مع الجماجم اللي رجعتهم الجزائر فيه واحد مصري؟ هل تعلم ام لا؟ وبارك لكم والله. هل تعلم ام لا؟ مع الجماجم الجماجم الذي استرجعتهم الجزائر كان معاهم واحد مصري. طيب اذا اشكرك والله، اذا كان في جماجم، اذا كان في مصريين بيدافعوا عن القضيه الجزائريه، وبالتالي سؤال الاخوه الجزائريين، لماذا يستنكرون علي ان ادافع عنها وافتح مجرد لايف او ادافع به عن القضيه المغربيه؟ يا اخي انا والله بستغرب، انتم ماشيين ليه يعني متناقضين مع انفسكم. انت قلت والله على فكره هذه معلومه اول مره اسمعها، يعني مصري جاءت بجمجمته مره ثانيه، اذا كان بيحارب في الجزائر مع الثوره الجزائريه، ومن ثم يعني بتستكثروا علي ان ادافع عن القضيه المغربيه في مجرد لايف وانا جالس ولابس ما شاء الله علي، ولا روحها تقطع ولا شيء. لكن الذي قطعت روحه او قتل ده عادي بالنسبه لكم، يحق ان هو يدافع عنكم، اما انا لا يحق ان ندافع عن القضيه المغربيه. ما ردك يا اخي الكريم؟ تفضل احمد. في صوت، في مايك مفتوح. هذا هو احمد، تفضل يا حبيبي. سمعتني اخوي احمد للاسف ما اعرفش ماله. معليش تهضر في بلاصتو. تسمعني يا احمد؟ تسمعني؟ نعم نسمع اخوي. لحظه تفضل. انت وش قلت باللي الجيش الجزائري خصص 22 مليار ليشتري السلاح والشعب ضايع، صح ولا لا؟ هذا ما اقراه وما اشوفه. هذه حقيقه. نعم. لكن الجزائر ما استلفتش فلوس من البنك الدولي مثل ما عملت مصر، واشترت السلاح، مع انه مصر تعيش ازمات اقتصاديه العام والخاص يعلمها. مضبوط او لا؟ لا كلامك صح. سبحان الله.
كيف يعني؟ لا اسمعني انت دوك عايز الجزائر تبقى بدون سلاح، ها، حتى يكون مصيرها مصير ليبيا او سوريا او العراق. وشنو هذا اللي تنتظر يا اخو؟ احنا ما ناكلوش، لا نريد اكل ونشتري سلاح ويغور الاكل مثل ما تقولوا انتم. يا اخي الناس اللي يشتموك شوف، انا اول مره نشوفك، انا والله اليوم اول مره نشوفك، لكن ماكش حيادي. احنا عندنا مصريين يعيشون في الجزائر، بصح والله ما يشتمون المغرب او يجوا في صف الجزائر ضد المغرب. وانا ضد اي اجنبي، سواء مصري او اي بلد اخر يعيش في الجزائر انه يستغل تواجده في الجزائر ليتهجم على المغرب. لا انت منحاز اخي. يا اخي اسمعنا بس، رد على سؤالي. هل انا شتمت الجزائريين؟ هل انا سبيت حد؟ انت تتكلم عن الجنرالات، انا خالي جنرال، انت تتكلم على خالي. والله يا احمد، والله امام ال100 واحد دول لو انا ابني جنرال اتبرأ منه، اقسم بالله. كيف؟ انت مالك في الموضوع انت كله؟ انت مالك انت لو كنت عقدت كده، انت لو كنت مغربي كنا عذرناك، مغربي عادي يدافع على بلده، معليش. انت شو دخلك في الموضوع؟ ومصر مين يحكمها؟ مصر مين يحكمها؟ مش الجنرالات؟ الجنرال السيسي الذي استقبله جنرال الجزائر. ما ردك. وليش ما تتكلم؟ ما انا بتكلم، ما تروح الفيديوهات بتاعتي يا حبيبي على اليوتيوب ولا مقالات على الجزيره، وانا بخبي. انا بخبيش يا حبيبي. بس نحن كجزائريين احنا معليش معك يا احمد، لحظه بس يا احمد. هو انا بقول مثلا ان انا عدو جنرال الجزائر اما جنرال مصر هم حبايبي؟ لا، العداوه هي واحده لكل جنرال. انا اسمع، الشعب الجزائري شو دخلوا في مصر يحكمها جنرال او ملك؟ او احنا شو دخلنا في الموضوع؟ انت شو دخلك في الموضوع؟ الجزائر يحكموها جنرالات، انت مالك؟ انت اللي مالك بقى. انا حر يا اخي اتكلم بمزاج. انت هتحجر علي يا احمد؟ انت قلت باللي يطلعوا الجزائريين يشتموني، انت يطلع ما انا من حقهم انهم يشتموك، لانك انت نختلف مع بعض. ايوه انت تدخل انفك في شؤون بلدهم. كيف حبيت يعني يسكتوا عليك؟ ما الذي ادخل انف الجنرالات الجزائريين في الشان المغربي؟ رد علي. هذا مشكل بيننا وبين المغاربه. انت لو كنت مغربي عادي. ليس اسمع فيه مغاربه نسمعها فيها. شو احمد، وما الذي يعني لماذا ذهبت قوات جزائريه هناك الى مصر؟ عشان زي ما انت قلت، يعني عشان يدافعوا عن مصر ضد هذا العدو. يا ودي دعنا من مصر، خلينا في الموضوع تاعك انت. احنا خلينا من الماضي يرحم بابك، احنا نتكلموا في الحاضر. انت تقول باللي الجزائريين شتموا امي وشتموني ومنا، صح ولا لا؟ لانك انت تتدخل في شؤون بلدهم، بدل ما تعتذر وتقول له انا اسف عن هذه السباب والوقاحه. يا اخي اسمعني يا احمد. يا اخي اسمع انت بالله عليك، اسالك سؤال. اقسم بالله العظيم انه ملامح وجهك يقطر منها النفاق والكذب والرياء. اشكرك. اقسم بالله العظيم في وجهك ملامح وجهك يقطر منها النفاق. انت تريد ابعث لي نبعث لك فلوس ويستر يونيون، نبعث لك. عايز فلوس؟ انا لا اقبل فلوس متسخه. فلوس والله انت هذا اللايف عاملوه عشان الفلوس. انت واشنو؟ اسمعني يا ولد. شفت فواز؟ شفت فلوس جنرالات متسخه. انا اقبل فلوس انا اموالي الخاصه هذه مش اموال جنرال. لو حالك تعبان اقسم بالله ابعث لك $1000 غدوه. نعم يا ولد، اسمعني حبيبي، انفقها على نفسك يا حبيبي، انفقها على نفسك او على الصرف الصحي اللي بيضرب او المجاري اللي بتطفح. الصرف الصحي. اسمع انا لم اشتكي لك. اسمعني يا ولد، اسمعني يا حبيبي، انا لم اشتكي لك العوز. انا عايز معاك انت $1000 اديها يا سيدي للناس اللي تضررت بيوتهم من الهدم والخراب اللي اصابهم بعد الفيضانات، بدل ما جنرالاتك يصلحوا بلدهم. راح يعملوا ايه؟ السلام عليكم. اقفل المايك لو سمحت يا اخي الكريم من فضلك. السلام عليكم. اسعد الشرع 2.
هذا اسعد شرعي سمير اثنين. معليش خويا دقيقه هذا كلمه لي. المنافق هذا وجه الكلب هذا ينعل امك ينعل بابك ينعل والديك. انت اسعد شرعي اثنين، انت اسعد شرعي اثنين. شفتوا هؤلاء انا رزق المدني مش اسعد الشرعي، انا رزق المدني، رزق المدني، ولن اغلق البث لو حتى 4 فجرا. انا والله العظيم صدقوا بالله العظيم انا ابقيه. عارفين ليه؟ حتى يتحدث هؤلاء الناس ونؤكد للعالم كله لمن يستمع الينا ان هذه هي تربيه الجنرالات، هذه هي ما يطعمونهم بيأكلوهم هم بلاش اتكلم. وبالتالي ان اختلفت معهم انا اسعد الشرعي، انا رزق المدني، انا اسمي رزق المدني، لا دعوه بالشرعي ولا غير الشرعي، مع احترامي للجميع. انا امثل نفسي بس. انا عايش في بلد محترمه بتحترمني وتعاملني بادب وتعاملني باحترام. لا اعمل اقسم بالله ولا المره المليون لا اعمل تحت اي مؤسسه لا رسميه ولا غير رسميه. قالوا لي انت مخزنجي وانت بتشتغل في المخزن. يا سيدي المخزن موفر لي الامن، المخزن بيحترمني، المخزن بيحافظ على الامن، المخزن ممشي البلد زي الفل. محدش المساجد مفتوحة يتعلم فيها الناس الأدب والأخلاق، مش السباب وأمك وأبوك هذه السباب التي للأسف لا يمكن أن أحد يقول لي هؤلاء أبناء شهداء. أتحدى أي واحد يقول لي أن هؤلاء تربية أبناء الشهداء. فاعتقادي لو أن الشهداء عادوا مرة ثانية إلى الحياة لقالوا ليتنا أو ليت الاستعمار بقي فوق رؤوس الجزائريين بدلا من أن نستمع أو نرى أبناءنا وأحفادنا على هذه الشاكلة. بكل أسف كل يوم والتاني بيثبتوا لنا أن هذه البلد ما زالت محتلة من عدو خارجي وعدو داخلي. يقول لك انت ابعت لك $1000. يا عم دولار مين يا عم الحاج؟ تبرع بيها لاخواتك الجزائريين اللي الامطار قتلتهم. تبرع بيها للدوله الجزائريه، يمكن تجيب بها مزيد من السلاح او يدوها لفرنسا او يبعتوا بها غزل لاخوانكم في ايطاليا او اسبانيا. مش لي انا مش الحمد لله لم اشتكي يوما ما الفقر ولم امد يدي لك ولا لغيرك. ما قلتش ان مثلا حد يبعت لي هدايا مثلا او مثلا ادعموا لي، لم انطقها ولن انطقها اطلاقا، لان الحمد لله عندي الشاي بتاعي. انا اهم حاجه عندي الشاي والقهوه. ممكن اخذ خبزايه وشويه زيت العود، زيت الزيتون يعني، برك عليه الحمد لله. وبالتالي ابعت لك 1000 درهم، $1000. يا عم ابعت لنفسك يا ابو الحاج، ابعت لنفسك. اصل انت اسعد الشرعي، انا رزق المدني. انا قبل ان يولد اسعد الشرعي انا موجود رزق المدني، مع احترامي لكل واحد. كل واحد له طريقته وله يدافع عن قضيه التي يؤمن بها. انا عايش في البلد دي واؤمن ان هناك ظلم واقع على هذا الشعب وعلى هذه الدوله، وبالتالي انا ماشي وحقها علي. مش على فكرة هذا ليس رفاه، والله ليس رفاهية. الدفاع عن حق المغربي ليست رفاهية، بل مجبر، بل حق علي، لأن عايش بأمن وخير. أعتبر شوية الهواء النقي اللي أنا بشمهم هنا هذا لهم واجب. الخبزية اللي باكلها لها واجب، كوباية الشاي اللي بشربها لها واجب الدفاع عن هذا البلد حتى يعيش في أمن واستقرار. بما أن أصلا أنا عايش بأمن واستقرار، ولا يمكن أصلا أكون خسيس بالفعل، خسيس لما أشوف ناس بيهاجموا ويحاولوا يهدموا هذا البلد. وبالتالي يجب علي أن أحمل السلاح، وسلاحي اللي أقدر عليه في هذا الوقت وهذا العمر هي كلمة الحق الذي لا تعجب أبناء الكبرانات من جنرالات فرنسا ومن لف لفيفهم. وانا متاكد طبعا عندهم الكثير واكثر من كده بكتير جدا جدا من السباب. هم لو فتحنا لهم البتاع ده الفرصه هيجيبوا كتير جدا جدا، وجد اللي جابوني وجد اللي خلفوني. ليه؟ لان هم
مسيرين وليس مخيرين. كل هذه السباب مكتوبة في الورق. ولجان إلكترونية أو ذباب إلكتروني للأسف ما تربى وما تعلم الأخلاق. هذه هي خصال وأخلاق تربية الكبرنات أو الجنرالات. يقول لك أديك $1000 يا عم الله يديك الصحة، انفق على نفسك، روح شوف أنت أكل إيه ولا شارب إيه، الله يديك الصحة. يعني أنا ما أعرفش، وكأني اشتكيت له الفقر. وانا نهرب ايضا من الميدان والله. السلام عليكم. نهرب من الميدان. السلام عليكم استاذ رزق. الميدان وشاء من شاء وابى من ابى. السلام عليكم استاذ رزق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي استاذ الفاضل، تحياتي استاذ رزق. ازيك يا جماعه؟ والله الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا عارفك اهلاوي لكن برضه اشجع الوداد. معلش يا حبيب قلبي، انت عارفك اهلاوي لكن سأشجع الوداد. لا عادي، وانا اهلاوي صميم على فكره انا عارف، انا بحب بس اهزر معاك يعني. لا عادي، تحت امرك. انا دخلت اللايف وكان معاك 3 في اللايف. شوف بس اللي هو ابن الجزائر ده كده، خد المداخله بتاعته علشان انا عاوز اتكلم وعاوز ارد على الناس اللي كانت معاك. مرحبا حبيبي. خذ ابن الجزائر، اتفضل يا حبيبي، مرحبا بيك. السلام عليكم. انا دخلت معك من قبل ولكن اخونا المعداوي يتحدث فقالوا لا 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 انت اسمع انت انت تهبط، انت في لايف مصر، انت تحترم نفسك. اهبط انت تحدث المايك. انت لست يا ابن الجزائر، يا ابن الجزائر اسمعني. لا اسمعني يا ابن الجزائر. استاذ رزق يا استاذ رزق، لو سمحت اسمح لي لو سمحت. ايوه دول بشر. لا بس ما تسبش، لا تسب. اسمعني بس. لا انا ما بسبش تربيتنا انا بقبلش، انا لا اقبل السب عندي نهائي، لا من هنا ولا من هنا. تربيتنا مش مشكله. اسمعني بس لو سمحت. لكن حد يسب حد تاني على انا لو سمحت بلا سباب. تربيتنا بتمنعنا ان احنا نرد السب بالسب. لا ده طالع. انا بقول لك خليه ياخد المداخله. لحظه بس هو طالع. لحظه بس ارجوك من فضلك. انا اتسبيت صح بامي وابويا ولعنوا وسلسفوني اللي جابوني، صح ولا لا؟ هل انا رضيت بالسباب دوت؟ قلت كلمه. احنا تربيتنا بتحكم علينا ما نردوش السب بالسب. احنا اهلنا ربونا. هتتكلم معانا في الموضوع بتاعنا، موضوع الحلقه، وهو ايه؟ الفيضانات اللي تضربت الجزائر. النظام الجزائري ينفق بسخاء ويفيض على الانفصاليين من البلوزاريو ويجفف الامر على شعبه. هذا هو. وبالتالي شفنا الطرق اللي هدمت والناس اللي ماتوا في الجزائر مؤخرا. اتفضل، هذا موضوع الحلقه. تمام. اولا الناس اللي ماتوا الله يرحمهم برحمته الواسعه. امين. عندهم فيضانات، ما عندهمش فيضانات، يولعوا يغوروا، ده شيء ما يخصنيش. انا اترحم على الناس اللي ماتت فقط لا غير. انا طالع ارد على ال3 اللي كانوا معاك في اللايف. واحد بيقول لك ابعت لك $1000، واحد يقول لك انت اسعد الشرع الثاني، والثالث يرد عليك ما اعرفش يقول لك ايه. انا عاوز بس اسمعني بس لو سمحت بالله عليك، الله يرضى عليك، بس بلا سباب. طب انا يا استاذي انا تربيتي بتمنعني ان انا ارد السب بالسب. اذا كمل. بس انا ممكن عندي القدره وعندي الاستطاعه اخلي الانسان المهزأ ما عندوش كرامه، اهين كرامته مسح بها الارض. فانا طالع ارد عليهم. اللي طالع بيقول لك ابعت لك $1000، اولا كفي نفسك انت الاول وعيش زي الناس ما هي عايشه، وبعد كده تعالى اتكلم. اما انك انت تطلع يا متخلف تقول لواحد مصري ابعت لك $1000، اولا تكفي نفسك $1000 ده اذا كان معاك اصلا $1000، واتحداك واتحدى الفئه الكاسحه اللي تشبهك انك انت ما تحكمش على $50 بس.
ممكن تكون انت النظام بقى اللي عندنا اللي هو نظام العسكر، عندنا عسكر وعندكم عسكر، ولكن فرق السماء والارض بين العسكري اللي هو ابن الشعب وابن البلد وبين العسكري اللي هو ابن فرنسا. فلما تطلعوا تتناقشوا، احترم نفسك. اما تطلعوا تتناقشوا يا مكلفين يا متخلفين، تتناقشوا مع عباد الله بالادب والاحترام. انت المتخلف، انت قليل الادب، انت قليل الاحترام. راني نسمع فيك من الصباح لم اتكلم. استاذ رزق، لحظه يا ابني، لحظه من فضلك، لحظه لو سمحت يا معداوي، لحظه يا ابن الجزائر من فضلك، اخر مره بنزلك انا اهو. لو كلمت انا والله لا، سوف انزل بنفسي. اقفل المايك، سوف انزل من فضلك، اقفل المايك. لا سانزل انا. طيب اذا انا نزلتك اهو، انت قلت هتنزل، انا طلعتك عشان ما تقولش ده هم ايه المصري زي ما قال زميلك قبل كده، قال لك انت مش محايد، انت مش عارف متحيفز، انت مش عارف وشك مش عارف ايه، منافق، وتحملت الكثير جدا. وقولوا ما شئتم، لكن السباب انا لا اقبل السباب. انا في اعتقادي المعداوي لما قال ابناء جنات ابناء فرنسا لم يكن يقصد، خلي بالكم، انا لو عارف انه بيقصد ابناء فرنسا هنا مساله تدخل تمس العرض، فانا لا اقبل نهائي. ابناء فرنسا من الفكر المشبع به هؤلاء الجنرالات، الفكر الفرنسي. تفضل يا معداوي. يعني تفضل. استاذ رزق، بيشتموني بامي، بابويا، باختي، بجميع الالفاظ النابيه البذيئه، وانا ما بردش عليهم بنفس الاسلوب ونفس المستوى، لان انا انسان متربي، ما ينفعش انزل مستوايا لمستواهم المنحط الغير اخلاقي. فهم دول انا لما بتكلم بفصل الفرق بين العسكري اللي هو ابن الشعب والعسكري اللي هو ابن فرنسا. اللي طالعين بقى يتكلموا ويتهجموا عليك، اولا انت اشرف من الاف الشخصيات اللي هي بالنظام ده وبالتفكير وبالعقليه دي. ويا متخلف يا اللي اتكلمت، ما تقارنش بلدك ببلدنا، لان بلدنا شعب، امه، تاريخ، هويه. انت فين بقى هويتك وفين تاريخك وفين تربيتك وفين اخلاقك؟ لان انت اللي اتصنفت حاليا على مستوى الدول العربيه انك انت الشخص عديم التربيه وعديم الاخلاق اللي بتطلع تسب في عباد الله. واحنا ناس الحمد لله محترمين، مش هنردوا الاساءه بالاساءه، بل بالعكس عندنا الاسلوب وعندنا القدره ان احنا ما نخلوش لك كرامه. فلما تطلعوا اسمع المعداوي هذا اللي كنت تثبت فيه الجزائري ناعد بالراسه تاعك يا كلب يا خماج. 222 شخص في اللايف. مزيان عيب، مزيان لو سمحت. هو بيسب الجزائري، هو يسب الجزائري، يسب الجزائر. 220 شخص في اللايف. لو سمحت ما تفتح المايك من فضلك. بالراسه تاعك يا كلب يا مروكي يا كلب يا حمار. دي تربية الجنرالات، دي فعلا تربية الجنرالات. 215 شخص في اللايف. شوفوا المصريين اللي هم ولاد الشعب ولاد الأمة، وشوفوا ولاد العسكر ولاد الجنرالات الفرنسيين. علشان انتوا ما عندكمش تربية ولا أخلاق بتطلعوا تسبوا في عباد الله. انتوا شتمتونا ثبتونا، ولكن انتوا اثبتوا التربيه اللي انتوا تربيتوا عليها، واحنا الحمد لله برضو بنثبتوا التربيه اللي احنا تربينا عليها. مش هنرد عليكم اطلاقا السب بالسب والشتيمه والشتائم بالشتائم، لا مستحيل. ولكن تاريخك هويتك كلها عندنا احنا في مصر، يعني ارشفك من الاخر احنا قارئينه وعارفينه، بس بنتعاملوا معاكم من كرم اخلاقنا وتربيتنا اللي احنا تربينا عليها، اللي هي الاخلاق، الثقافه الاسلاميه والعقيده الاسلاميه والتربيه اللي احنا تربينا عليها، اللي اهالينا ربونا عليها. فانتوا ما تقارنوش نفسكم بينا، ولا تقارنوا نفسكم بالمغاربه، ولا تقارنوا نفسكم باي شعب عربي، لان الشعوب العربيه كلها
اتربت واتعلمت على الادب والاحترام. انتوا اتربيتوا على التفاهه والوقاحه وقله الادب وقله الحياه. فانا لما بطلع اتكلم عليكم بخصص فئه معينه، انا ما بعممش على الكل. في عندكم ناس محترمين، ولكن المحترمين دول ما بيطلعوش اللايفات، علشان لو طلعوا اللايفات واتكلموا كلمه الحق، ولاد فرنسا بقايا فرنسا اللي هيطلعوا يهاجموهم وهيطلعوا يسيبوهم. يعني انتوا بتسبوا ولاد بلدكم برضه. واتفضل يا استاذ رزق. شكرا يا معداوي، جزاك الله خير يا حبيبي. خليك معانا يا معداوي. انا معاك، انا هنزلك عشان بس ايه، الله يحفظك حبيبي.